الآية الجميلة اللي في سورة النساء مسك الختام: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. حط في وردك يوميا 100 أستغفر الله العظيم الصبح و100 أستغفر الله العظيم بالليل، لأن ربنا سبحانه وتعالى وصاك لو غلطت استغفر، هتلاقي ربنا غفور يغفر كل ذنب في كل مرة سبحانه وتعالى. وعايز أقول لك على حاجة أخيرة: الاستغفار مش بس عشان ربنا يغفر لك ذنبك، ده الاستغفار ده هو الباب الأوسع لزيادة الرزق وتفريج الكربات. من لزم الاستغفار كان له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه الله من حيث لا يحتسب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صباحكم كله نشاط، صباحكم طاقة ايجابية، صباحكم خير وبركة بأمر الله. وحشتوني جدا من اخر فيديو عملناه مع بعض، وبشكر طبعا كل الناس الجميلة اللي اتفاعلت معايا على اخر روتين. وحابة كمان ارحب بكل اخواتي وحبايبي اللي اشتركوا معايا في القناة. جالكم بقى النهاردة بروتين جديد، هنعمل مع بعض حاجات كتير حلوة قوي، وكمان هنعمل مع بعض غدا حلو ان شاء الله يعجبكم. تابعوا بس معايا الفيديو للاخر وان شاء الله هتاخدي افكار حلوة قوي هتفيدك وبأمر الله هتعجبك. حطي بقى لايك للفيديو واشتركي في القناة علشان توصلك كل فيديوهاتي أول بأول. أول حاجة يا أصحابي، عملت فنجان القهوة الجميل اللي شفتوه معايا ده علشان كده يفوقني وكمان أعرف أشوف اللي ورايا. أخدته كده بقى ورحت شربته، وكمان كنت منضفة الشقة معايا كده، قلت خلاص يعني عشان لما أدخل بقى المطبخ ما يكونش ورايا أي حاجة. هنا بقى ايه، كنت طالبة من السوبر ماركت ازازة زيت وقالب كده زبدة فيرن. بصراحة بجيبهم كده مع بعض كل شهر مع بقى الزيت بتاع التموين، وكمان بجيب معاهم علبة سمنة بيفضلوا بقى معايا طول الشهر، ويعني بيكفوني وبيبقوا حلوين جدا. الصراحة كمان يعني عايزة اقول لكم ان انا جربت انواع كتير قوي من الزبدة، زي كريستال وجنة وانواع كتير، بس بصراحة ما لقيتش احسن من زبدة فيرن. خفيفة كده وكمان يعني بتدي طعم وريحة حلوة قوي للاكل، خصوصا بقى لو هتعملي معجنات. بصراحة لو جربتيها مش هتستغني عنها. فضيتها بقى في العلبة بتاعتها كده وقطعتها مكعبات صغيرة كده علشان تسهل عليا. طبعا هي يعني الكمية بتاعتها كانت كبيرة جدا، حطيت الباقي زي ما هو في التلاجة في الفريزر، وقلت كده لما اخلص اللي في العلبة ده ابقى استخدم تاني، يعني احط بداله بقى اللي لما العلبة تخلص افضي بقى الكمية اللي باقية معايا. وبس كده مبدئيا بقى قلت ايه اول حاجة كده يعني ابدأ بيها يومي. كنت جايبة كده مكرونة وشعرية وشوية حاجات، قلت بقى ايه يعني اخد العلب دي بتاعة البقوليات والمكرونات. قلت بقى اغسلها بالمرة بما ان طبعا هي فاضية وبقالي كتير ما غسلتهاش. يعني بقالي فترة كبيرة كده بشتري المكرونات بقى والحاجات دي ويعني وافضي على طول. قلت بالمرة بقى يعني قبل ما احط الحاجات الجديدة اللي انا جايباها وكده طالما هم فاضيين اغسلهم بقى معايا بالمرة. ده بقى الصابون يا بنات اللي عملته معاكم في الفيديو اللي فات وعجبكم قوي. بجد بجد والله موفر قوي واقتصادي ورغوته حلوة بجد، يعني بجد يا ريت تجربوه هيعجبكم جدا، وكمان سهل وبسيط ومش بفلوس، يعني حاجة بجد حلوة من الحاجات اللي ما ينفعش نستغنى عنها في المطبخ. ان شاء الله هسيب لكم الطريقة للي لسه ما شافش الحلقة، هسيبها لكم في شاشات النهاية في اخر الفيديو. المهم بقى يا اصحابي غسلت العلب كلها كده، ويعني هغسلها كويس قوي، بحيث بقى ان انا يعني ايه لو قعدت فتره برضو ما اغسلهاش تكون معايا نظيفه، لان اوقات مثلا بتكون العلبه فيها شويه بقى من الشعريه شويه من المكرونه بفضي عليها على طول. هغسلهم كويس قوي كده وهسيبهم بقى على جنب لحد ما يتصفوا خالص، ويعني اتاكد ان مفيش طبعا ولا نقطه ميه عشان الميه دي ما تبوظليش الحاجات بتاعتي اللي هحطها فيهم. عايزه اقول لكم بجد يا بنات العلب او المنظمات دي بجد حلوه قوي، يعني بتنظم علب المطبخ معاكي كده، وكمان بتلم كل حاجه، بتحس كده ان كل حاجه مرتبه، مش بتحتاري بقى لما تيجي تطبخي ان انت تدوري على الكيس ده او الكيس ده، لا، بتخلي الحاجه باينه قدام عينيكي، وكمان يعني غير ان هي بتكون باينه بتديكي شكل حلو قوي للمطبخ، من غير بقى ما تبحتري الاكياس بتاعتك والحاجه تقع منها. طبعا ده كمان يعني بيخلي علب المطبخ من جوه كده مش نظيفة. يعني بصراحة أنصح بيها أي عروسة بتجهز، وطبعا يعني مش شرط عروسة، حتى لو ست بيت لازم تجددي كده في مطبخك وتشتري حاجات كده من البسيطة دي. لو كل مرة هتشتري مثلا علبة أو علبتين هتلاقي نفسك عملتي كمية كده حلوة في الآخر تنظم لك بقى كل حاجات المطبخ بتاعك. طبعا يعني المطبخ ده من الحاجات المهمة جدا والضرورية اللي لازم تكون نظيفة أكتر وقت طبعا بنقضيه فيه وبنكون متواجدين فيه طول اليوم. وبما ان بقى الجو حر فضروري ان احنا ننضف يعني اول باول طبعا، علشان يعني الحر طبعا بيلم الحشرات دايما من كتر بقى الحر والجو الصعب ده، بتلاقي حشرات كتير طبعا. طول ما ايدك في الحاجة بقى وبتنضفيها ان شاء الله مش هتلاقي اي حاجة من دي.
المهم بقى يا حبايبي غسلت كل حاجة كده وخلاص بقى دي العلبة بتاعة الرز. بصراحة مش باستغنى عنها خالص، غويطة معايا كده وبتاخد كمية حلوة قوي. المهم طبعا لازم اسيبهم ينشفوا كويس قوي، علشان طبعا مفيش ولا نقطة مية تبوظ الحاجة اللي هحطها. هنا كنت بوريكم كده كان باقي شوية شعرية برضو معايا، قلت بالمرة برضو اغسلها، بما ان برضو هحط شعرية كمان عليهم فبالمرة كده تكون نضيفة معاهم. طبعا يعني انا بصيت بقى في الحاجات بتاعتي ما لقيتش عندي حاجة كده، قلت اما اجيب شوية حاجات كده بسيطة لحد بقى ان شاء الله كده لما انزل واشتري معاكم باذن الله المشتريات بتاعتي، وان شاء الله برضو هصورها معاكم في فيديو باذن الله. عايزين بقى طول ما احنا شغالين كده زي ما اتفقنا قبل كده في كل فيديو بنعمله مع بعض، ما ننساش كده نقول اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، واستغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. طبعا الاستغفار والصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام يعني بيخلي الحاجة سهلة كده والوقفة مش متعبة، وكمان يومك كده بيكون بسيط وسريع وفي نفس الوقت خفيف. طبعا الجو حر وده خلى بقى العلب بتاعتي كده ايه نشفت بسرعة وخلاص ما فيهاش ولا نقطة مية. المهم بقى ايه كنت جايبة كده رز وشعرية ومكرونة، مكرونة اقلام وخواتم، وكمان تقريبا لوبيا وعدس، يعني شوية حاجات بسيطة كده. عايزة اقولك بقى لو عندك بقى كمية كبيرة كده من الحاجات دي، يعني حطي في العلب والباقي حطيه في درج التلاجة. طبعا الجو حر جدا ومش مستحمل ان احنا نسيب كميات كبيرة بره، عشان كده انا بصراحة يعني لما بيكون الجو صعب وحر قوي كده مش بشتري كميات كبيرة، لا بجيب مثلا يعني كل حاجة مثلا كيلو ونص 2 كيلو لحد ما تخلص واجيب تاني. لكن في الشتاء عادي جدا ممكن يعني لحد 5 كيلو 10 كيلو، مش بقلق من حاجة خالص. وبس كده هبدأ بقى افضي الحاجات بتاعتي كده. هفضي الرز كده في العلبة، طبعا كل حاجة خلاص ناشفة معايا كده، وافضي بقى يعني وانا مطمنة. المهم عايزة اقول لكم بجد على حاجة من الحاجات يعني اللي انا بصراحة عجبتني، فكرة كده شفتها وعجبتني جدا. ورق اللورة. انا بصراحة يعني جربت حاجات كتير جدا قبل كده ان انا احافظ على الرز. طبعا الكلام ده بقى كان ايام ايه يعني لما كنا بنشتري بقى رز بكميات كتيرة، الايام يعني لما كانت لسه الحياة بقى رخيصة، يعني فاهمين انتوا. طبعا دلوقتي ما عادش حد بقى بيجيب كميات كبيرة ولا الكلام ده، ربنا يا رب يرحمنا برحمته كده ويعدي الأزمة دي على خير. المهم بقى ان انا كنت بجرب بقى الملح وبجرب صراحة حاجات كتيرة قوي بصراحة، ما لقيتش افضل من ورق اللورة. زي ما انا عملت كده حطي شوية طبعا لو انت عندك كمية كبيرة، ورجعي حطي الباقي وهكذا لحد بقى ما تخلصي الكمية بتاعتك كلها. صدقيني بيحافظ على الرز جدا، خصوصا كمان يعني في الجو الحر ده، وانتوا عارفين ان الحر ده ممكن لا قدر الله كده يعني الرز بتاعك يلم سوس. لا جربي بجد الطريقة دي وان شاء الله هتعجبك قوي وهتحافظ لك على ايه الرز بتاعك. وبس بقى كده يعني ايه فضيت بقى كل المكرونات والشعرية والحاجات كلها، زي ما انتم شايفين كده العلب بتاعتي كانت كلها ناقصة. قلت بقى اطلب شويه حاجات بسيطه كده يعني تكفيني شويه لحد ما اشوف بقى بقيه الحاجات اللي ناقصاني. وزي ما قلت لكم انا طول فصل الصيف مش بشتري بصراحه حاجات بكميه كبيره، بجيب كده حاجات بسيطه واول باول بقى بجيب. المهم يعني عاوزه اقولك ان المطبخ ده طبعا مملكتنا كلنا، يعني حاولي كده دايما تخليه نظيف ومرتب. إيه لو بأبسط حاجات بصراحة يعني هيطلع معاكي كده نظيف ومرتب وكل حاجة كده باينة قدام عينيكي، لأن ده طبعا أكتر مكان يعني احنا بنقضي فيه طول الوقت. كمان المنظمات دي بجد بتخليني بقى مرتاحة كده وشايفة اللي موجود عندي وايه اللي ناقص. بس كده خلاص يعني خلصت كده بقى كل المشتريات بتاعتي حطيتها في العلب بالشكل ده ونظمتها. هروح بقى كده احطها في العلبة بتاعة المطبخ، وخلاص كده نشوف بقى الغدا بتاعنا هنعمل فيه ايه مع بعض النهاردة. لو وصلتي بقى معايا لحد هنا في الفيديو صلي على النبي في الكومنتات، وقولي لي بقى بتتابعيني من اي مكان، وعلشان كمان اعرف ان الروتين بتاعي عجبك وان شاء الله اعمل روتينات مع بعض. ويعني فضلا وليس امرا لايك بقى للفيديو، علشان اللايك ده اللي بيخلي القناة تكبر وكمان الفيديو يروح ناس تانية كتير. طبعا لو الروتين بتاعي عجبك يعني فضلا وليس امرا. اتمنى طبعا ان القناة تكبر معاكم وبيكم، وان شاء الله نستفيد مع بعض وناخد من بعض افكار كتير حلوة. تعالوا بقى نشوف الغدا بتاعنا النهاردة هنعمل فيه ايه. هنا بقى قلت ابدا في الغدا بتاعي على طول. هعمل ايه؟ هعمل معاكم كده النهارده كفته مشويه ورز بسمتي، بس بطريقه حلوه قوي يا بنات بجد هتعجبكم. بعملها حلوه قوي ان شاء الله، لو جربتوها بنفس الطريقه ان شاء الله هتعجبكم. المهم بقى يا اصحابي فرمت كده بصلتين كبار في الكبه، طبعا ممكن تبشروهم في المبشره او بالسكينه عادي جدا. هحط كده معاهم معلقه ملح واحده علشان تنعم معايا البصله، وكمان معلقه الملح دي هتخلي يعني البصله تنزل الميه اللي فيها. كان في متابعة قبل كده سألتني في الكومنتات على الهاند بلندر بتاعتي انا جايباها بكام ونوعها ايه وكده. هي تورنيدو يا بنات.
طبعا كنت جايباها قبل الاسعار ما تغلى، كان سعرها تقريبا 1600 جنيه. حاليا بقى بصراحة معرفش، بس يعني سمعت ان هي عدت عن كده بكتير طبعا. ان شاء الله لو عايزين ريفيو عنها اعمل لكم ريفيو بكل تفاصيل وازاي بتشتغل وكل يعني الملحقات. ان شاء الله دلوقتي هتعرفوا هنعمل بيها ايه. هنزل بقى بكمية اللحمة بتاعتي كده. الكمية دي كانت نص كيلو. وهحط عليها كده معلقة من لية الخروف. عايزة اقول لكم يعني بجد بتخلي الكفتة كده زي بتاعة الحاتي بالظبط، خصوصا بقى لو لية خروف. بعد كده بقى نزلت بالبصل المفروم بتاعي كده بالشكل ده. لازم طبعا يكون متصفي من المية كويس، ودولت كمان 3 فصوص من الثوم. بيدي ريحة حلوة قوي للكفتة وبيخلي طعمها حلو ومميز. هحط بقى التوابل. حطيت كده ايه معلقة فلفل اسود ونص معلقة ملح، حلوة قوي على نص كيلو. وبس كده يا بنات، انا مش بحط اي توابل تانية للكفتة. عايزة اقول لكم كمان الحاتي بيعملها بنفس الطريقة، عشان طبعا كترة التوابل كمان بتغير طعمها. المهم بقى ضفت كده معلقة من هريسة الشطة، بصراحة بتدي طعم حلو قوي، مش بستغنى عنها في كل الأكلات بتاعتي، وعملتها معاكم قبل كده لو حابين ترجعوا للفيديو. هحط كمان معلقة من البيكنج باودر. بتخلي الكفتة هشة كده ومش مكتومة، وكمان بتحافظ كده على حجم الكفتة وبتخليها مش بتكش أبدا. ودلوقتي هتشوفوا بنفسكم الطريقة بجد حلوة قوي. أنا دايما بعملها بنفس الطريقة وبتطلع معايا بصراحة اللهم بارك تحفة جدا. حطيت كمان سنة قرفة صغيرة كده، بحبها برضو على اللحمة المفرومة. وبس كده، مش بحط بقى اي توابل تانية. حطيت بس كمان شوية شوية كده من البقدونس، طبعا الورق بس يا بنات علشان العيدان. يعني بتبان جوه الكفتة ومش بتبقى حلوة. طبعا لو مش بتحبي البقدونس عادي ممكن تستغني عنه. المهم بقى هضربهم مع بعض كويس قوي في الكبة لحد ما ينعموا معايا بالشكل ده. طبعا لو ما عندكيش كبة عادي جدا هنخلطهم بايدينا. المهم تعامليها معاملة العجين، يعني هتفضلي تعجني فيها كده مش اقل من 10 دقايق عشان تديكي نتيجة حلوة، وكمان تطلع معاكي الكفتة كده قوامها حلو وتربط معاكي بسرعة. وبس كده هنزل بقى كل الكمية كده في طبق. والمهم بقى عشان طبعا يعني اعرف اشكلها تكون الكفتة بتاعتي او العجينة بتاعتها مرتاحة، هعمل ايه؟ هغطيها بكيس وهحطها في التلاجة وادخلها كده جوه التلاجة ترتاح مش اقل من ربع ساعة، علشان كمان يعني اعرف اشتغل فيها وتبقى سهلة معايا كده وانا بشكلها. يعني هنعملها زي ما قلتلك معاملة العجين، لازم تسيبيها ترتاح، ما ينفعش طبعا يعني تفرميها وتقومي شغالة بيها على طول، لا هتلاقيها هتلزق في ايدك ومش هتديكي نتيجة حلوة خالص. وبس كده مسحت بقى الهاند بلندر كده بالفوطة. كنت حاطة فيها كده رشة من البخاخ اللي عندي اللي فيه خل ومية وكلوريكس ألوان. وبس كده يعني طبعا الحاجة بتاعتك لازم تغسليها كده أول بأول يعني أو تنضفيها. ما ينفعش تركنيها وترجعي تنضفيها، لا ايدك في الحاجة كده أول بأول. طبعا الحاجة غالية لازم نحافظ عليها. وبس كده يا أصحابي، جبت بقى هنا مية البصل علشان أجهزها. هجيب بقى طماطمية كده وابشرها، طماطمية صغيرة واحدة بس أنا بحطها على المية. هتشوفوا دلوقتي بصراحة طريقة المية بتاعة الكفتة دي اللي هي بتاعة مية البصل، زي ما قلت لكم كده دي أهم من الكفتة نفسها. يعني الطريقة دي بجد أنا جايباها من مكان بيعملوا الكفتة وبتبقى طعمها حلو قوي قوي قوي، الكفتة المشوية اللي بنشتريها وبناكلها بره في المطاعم. المهم كده بشرت طماطمايه. حطيتها على الميه بالشكل ده، وحطيت معاها كده شويه ملح صغيرين وكمان رشه فلفل. وبس كده هحط كمان شويه زيت كده صغيرين علشان دولت اللي هيخلوا الكفته بتاعتي تلمع كده. وبس كده قلبتهم مع بعض كويس كده علشان الملح بقى يدوب والزيت، ويعني بس كده ده بقى الخليط اللي هصبع بيه الكفته بتاعتي. بصراحه بيخليها حلوه جدا وبيديها لمعه جميله. المهم قلت بقى كده ايه، اخد الاطباق والكبه والحاجات اللي طلعت معايا كده وانا بطبخ يعني اغسلها كده بالمره وانضفها وانا واقفه، عشان كمان لما اصبع الكفته بتاعتي ما يكونش كده حواليا مواعين. يعني لسه كمان هيطلع مواعين بعد الغدا فما يبقاش كتير حواليا، انا مش بحب كده خالص. انا بحب كده يعني اي معلقه بقى اي طبق اي حاجه استخدمتها بغسلها كده وانا واقفه معايا على طول. صلي على النبي في الكومنتات وحط لايك للفيديو. ويلا بقى لو وراكي حاجة كده ولسه ما خلصتهاش قومي بقى يلا وتشجعي معايا. زي ما قلنا كده ان احنا الفكرة من الروتينات اننا نشجع بعض وكمان ناخد افكار حلوة من بعض.
ده بقى الرز البسمتي اللي هعمله مع الكفته النهارده يا بنات، حبيت كده اوريه لكم. عايزه اقول لكم بجد حلو قوي. بجيب العلبه كده، هي بيكون ميزانها كيلو. بس طعمه حلو قوي، وكمان في التسويه بصراحه بيطلع جميل جدا، يعني بصراحه احلى من الرز البسمتي اللي بشتريه فرد. سعر العلبه كان تقريبا مش متذكره قوي، بس تقريبا كان 58 جنيه. بس يعني عايزه اقول لكم لو بجد موجود في المنطقه بتاعتكم جربوه، هيعجبكم جدا. اخدت منه كده مقدار نص كيلو. يعني قلت الكمية دي طبعا هتكون كتير علينا، يعني انتوا عارفين ان الرز البسمتي كمان حجمه بيزيد طبعا لما بيتغسل بقى وبينطبخ. ما شاء الله حجمه بيزيد جدا غير الرز المصري بتاعنا خالص. اخدت كده نص كيلو وغسلته كويس. وانتوا عارفين بقى الكفتة المشوية بصراحة بتكون طعمها مع الرز البسمتي بقى والطحينة يعني احلى وافضل بكتير من المكرونة. احنا دايما لما بنعمل كفتة يعني بنحب نعمل معاها رز بسمتي. المهم بقى غسلت الرز كده وحطيت شويه ميه صغيرين عليه كده، وسبته يدوب 5 دقايق لحد بس ما اجهز البصله. انا مش بنقع الرز يا بنات، انا بشتغل فيه على طول وبيطلع طعمه بجد حلو قوي. المهم بقى حطيت كده في الحله على النار شويه زيت وحته سمنه، ومش بكتر زيت وسمنه علشان ده بيخلي الرز كده يكون ملزق وكمان طري. وتلاقي كده يعني الحله من تحت فيها زيت بيخلي طعم الرز بصراحه مش لطيف خالص. المهم بقى كنت محضرة كده بصلة صغيرة، كنت بشراها بالشكل ده. هبدأ بقى أقلب في البصلة كده لحد ما ريحتها تطلع. ريحتها بس تطلع يا بنات، أنا مش بديها لون خالص علشان طبعا ده هيغمق الرز معانا. بصوا بالشكل ده ريحتها هتطلع معايا كده خلاص. وزي ما انتوا عارفين انا بحب اسوي الاكل على نار هاديه موطيه النار كده، لان ده طبعا بيدي نكهه وطعم حلو قوي للاكل غير طبعا النار العاليه خالص. اول بقى ما ريحه البصله بتاعتي كده طلعت، نزلت بقى على طول بايه حبايتين لومي كده، اللي هو الليمون المجفف، وكام ورقة كده من ورق اللورة، وكمان عود قرفة صغير كده، وحطيت كمان معلقة من بهارات الرز البسمتي. البهارات دي انا بشتريها من عند العطار جاهزة كده، بقول له عايزة بهارات الرز البسمتي بصراحة. يعني عايزة اقول لكم بتديله نفس طعم بقى الرز اللي بناكله في المطاعم. لو مش متوافر بقى في المنطقة اللي انت فيها، بس هو ان شاء الله هتلاقيه عند اي عطار. حطي بقى بابريكا وكركم والحاجات دي بتدي برضو طعم حلو. ولكن ما تكتريش منها. هفضل بقى اقلب يا بنات في الرز كده علشان يتشرب، يعني ياخد من طعم التوابل دي كويس قوي، وكمان يتفلفل معايا. هحط كده معاهم وانا بشوحهم معلقه صلصه كده، بتدي لون حلو كهرماني كده جميل، وبتخلي طعم الرز ولونه بجد في منتهى الجمال. ونزلت كمان بمعلقه من بهارات الرز، زي ما قلت لكم بشتريها من عند العطار. وبس كده هفضل بقى اقلب كده واشوحهم مع بعض لحد كده الرز ما يتفلفل معايا ويبقى بالشكل ده. وبس كده كنت بقى في الوقت ده مشغله الكاتل جنب مني كده على ميه سخنه، علشان طبعا ما ينفعش احط ميه من الحنفيه هتعجن الرز وهتبوظ الاكله. المهم بقى احط الملح بتاعي كده، وكمان هرش رشه فلفل اسود كده، وهقلب بقى كل الكلام الجميل ده مع بعضه، وكل شويه بقى هفضل متابعه الرز بتاعي. المهم بقى يا بنات نسيت اقول لكم ان انا حطيت على الرز حوالي 6 كوبايات من الميه. لكل كوبايه رز بسمتي كوبايتين من الميه، طبعا غير الرز المصري بتاعنا خالص. وبس كده زي ما انتم شايفين كانت اللحمه بتاعتي كده ارتاحت لحد ما حضرت كل المكونات. بسيبها كده يعني على اخر بقى وقت، يعني الوقت بقى اللي هناكل فيه طبعا هي مش بتاخد يعني اقل، يعني نص ساعه بالظبط كده وبتكون خلاص جاهزه معايا جوه الفرن. فبسيبها بقى وقت الغدا بالظبط اعملها عشان تطلع معايا سخنه على طول. جبت بقى السيخ بتاعي كده علشان يعني عشان خاطر اصبع عليه. وعايزه اقولك لو مش عندك عادي جدا، انا دايما اصلا بصبع على عصيان الشيش طاووق. بس حطي كده 3 عصيان مع بعض علشان خاطر ايه يعني صباع الكفته بتاعك يطلع هش كده ومش مكتوم معاكي. ببل ايدي زي ما انتم شايفين كده بالخلطه اللي عملناها مع بعض ميه البصل، واصبع على طول. وبس كده بدي بقى شكل الصباع الجاهز زي ما انتم شايفين كده. بصراحة الكفتة دي يا جماعة من اكتر الوصفات اللي بحبها، وبحس كده ان هي يعني مش عايزة ابالغ واقول لكم ان هي احسن بكتير من اللي باكلها بره. والله بجد هتجربوها وهتحكموا بنفسكم ان شاء الله، هتعتمدوا الطريقة دي وهتعجبكم جدا. المهم بخرج بقى صباع الكفتة كده بسهولة. وزي ما قلت لكم هي حجمها مش هيقل خالص طبعا من بقى البيكنج باودر اللي حطيناه، والمكونات اللي ضفناها عليها، واللية بقى والحاجات دي كلها بجد بتخلي نفس الصباع حجمه زي ما يعني لو قل بيقل حاجة بسيطة غير ملموحة خالص. وشايفين طريقة سهلة جدا. وممكن برضو تصبعي برضو من غير بقى عصيان ومن غير سيخ. ولكن يعني الصباع مش هيكون مفرغ من جوه زي ما هتشوفوه معايا كده. وبس كده هخلص بقى كل الكمية برضو بنفس الطريقة. ولكن في كل مرة لازم برضو ابل ايدي كده بمية البصل علشان اصبع الكفتة معايا، يعني تبقى سهلة معايا كده واعرف اخرجها من السيخ بمنتهى السهولة.
بجد مية البصل دي يا بنات غير ان هي بتطعم الكفتة بتديها لمعة حلوة قوي، وبتخليها بقى طرية، لان انا يعني طول ما بسويها في الفرن بفضل بقى رايحة جاية كده ادهن وشها بالفرشة السيليكون من الخلطة بتاعة البصل دي. المهم كنت عايزة اقول لكم اني اوقات بعمل نفس الطريقة وبحطها في صينية عادية وبحط تحت منها ايه طبقة بطاطس كده. طعم البطاطس بقى يعني بيشرب كده من طعم الكفتة وبتبقى حلوة قوي. الأكلة دي بقى لما بعملها بالبطاطس وكده بحط بقى معاها مكرونة برضو، كنوع بقى من أنواع التغيير. ولكن الكفتة لوحدها زي ما قلت لكم بعملها مع الرز البسمتي. المهم خلصت بقى الكمية كلها كده، ما شاء الله نص كيلو عمل معايا كمية حلوة قوي قوي زي ما انتم شايفين كده. دهنت كمان الوش على خفيف كده من نفس الخلطة بتاعت مية البصل بالطماطم. وكنت بقى في الوقت ده خلاص يعني مسخنة الفرن بتاعي بقى على درجة حرارة 200، يعني أعلى درجة حرارة. سويتها بقى في الفرن الكهربا بتاعي، وبصراحة أنا دايما بعملها في الفرن الكهربا، مش بتنشف مني ولا أي حاجة ولا حجمها بيقل زي ما انتم شايفين. اللهم بارك، حجم الصباع زي ما هو. عايزة أقول لكم بجد ريحتها كمان كانت حلوة قوي، يعني مش عايزة أبالغ وأقول لكم إنها قلبت البيت كله. المهم بقى إن أنا كنت كل شوية كده رايحة جاية أدهنها بنفس الخلطة زي ما قلت لكم. الخطوة دي بقى بتخلي بقى يعني طول وقت التسوية تفضل الكفتة بقى طرية، وكمان حجم الصباع بتاعك كده يفضل زي ما هو، وكمان ما ينشفش خالص. اللهم بارك، الكفتة بتاعتي ولا كشت ولا جرالها اي حاجة، زي ما دخلتها زي ما خرجتها. طبعا عايزة اطلعها بقى على اللون ده، هي خلاص كده قربت تستوي خالص، ولكن انا بحب اغمقها حاجة بسيطة. الرز كمان يا بنات استوى وخلاص بقى جاهز معايا ومفلفل زي ما انتم شايفين. عايزه اقول لكم بجد طعمه وريحته تحفه بالطريقه دي. معلقه الصلصه بجد بتفرق قوي وبتخلي لونه كهرماني زي ما انتم شايفين كده. ان شاء الله لما هتجربوه بنفس الطريقه هيعجبكم. المهم بقى قلت ايه، هناكل بقى النهارده كفته ورز بسمتي، يبقى لازم طحينه. كان عندي بقى شويه طحينه كده صغيرين، كنت انا عاملاها. يعني لو عايزين بقى طريقتها قولوا لي في الكومنتات، وانا ان شاء الله اعملها معاكم في روتين جاي باذن الله. المهم بقى بشرت طماطميه كده صغيره بالشكل ده. وعايزه اقول لكم ان انا بحب اعمل الطحينه بالطماطم، طبعا بعملها برضو بالطرق التانية والزبادي وكده، ولكن الطريقه دي بالنسبه لي يعني بيكون طعمها مميز قوي. المهم حطيت شويه ملح كده صغيرين، وكمان هحط شويه كمون. طبعا طحينه يعني كمون، ما ينفعش ابدا نعمل طحينه من غير كمون. وهضيف بقى عليهم عصير برضو ليمونه صغيره كده، وكمان هحط شويه زيت. هخففها برضو بشويه ميه كده لحد ما اوصل بقى ايه للتقل اللي انا عايزاه او القوام اللي انا عايزاه. عايزه اقول لكم طعم الطماطم بيكون حلو قوي قوي، يعني انا بغمس الطماطم ذات نفسها كده من قلب الطحينه. الطريقه دي كانت يعني طريقه ماما الله يرحمها، كانت دايما بتعملها لنا بالطماطم كده. بصراحه كان بيكون طعمها حلو كده من ايديها، ويعني مهما انا اعملها برضو سبحان الله، انتوا عارفين ان حاجه امهاتنا غير اللي احنا بنعملها خالص. سبحان الله، يعني لو شويه ملح صغيرين من ايديهم بيكون لهم طعم تاني. ربنا يا رب يرحمهم ويبارك يا رب في امهاتكم جميعا. المهم بقى كده الكفتة بتاعتي طلعت حلوة قوي بجد. خلصت كده بقى الغدا بتاعنا وكان جاهز. عايزة اقول لكم اللهم بارك، بجد بجد اكل مطاعم. يعني جربوا الطريقة للكفتة سواء بقى او الرز او الطحينة هتعجبكم جدا. الكفتة طلعت حلوة قوي بجد، ما شاء الله طعمها وريحتها كانوا حلوين، وهشة كده وخفيفة يعني زي ما انتم شايفين كده، يعني مش قادرة بجد اوصف لكم طعمها كان عامل ازاي. ان شاء الله هتجربوها بنفس الطريقة وهتحكموا بنفسكم. وبس كده خلصت بقى كل حاجة وغسلت المواعين بعد الغدا. حبيتش بقى اطول عليكم، يعني كفاية بقى الرغي اللي رغيناه النهاردة، صدعتكم انا عارفة، معلش بقى سامحوني. المهم بقى ان انا يعني خلاص خلصت كل حاجة كده ونضفت الرخامة وعقمتها، وكمان مسحت البوتاجاز. كل حاجة بقى خلاص بقت معايا نظيفة وزي الفل. حبيت كده النهاردة أشجعكم بالروتين البسيط بتاعي. زي ما قلنا يعني طبعا كلكم شطورات وأشطر مني بكتير، والفكرة بس ان احنا نتعلم من بعض، ناخد من بعض افكار، ونشجع بعض كده على شغل البيت وعلى الوصفات الحلوة، نستفيد من بعض. ويا رب كده يكون الروتين البسيط بتاعي النهاردة عجبكم، وتدعموا بقى القناة بلايك، علشان اللايك ده اللي بيخلي الفيديو يروح لناس تانية كتير. وكمان تشتركوا في القناة لو لسه ما اشتركتوش. صلوا على النبي بقى في الكومنتات واكتبوا لي بقى الروتين بتاعي عجبكم ولا لا. وما تنسوش تشتركوا في القناة، واستنوني ان شاء الله في روتينات جاية بإذن الله. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.